والآن إلى التفاصيل. مصادقة مجلس الأمن الدولي على القرار المتعلق بالصحراء المغربية يعد انتصارا للمغرب في مواجهة جبهة البوليساريو والجزائر. قرار مجلس الأمن أكد الإبقاء على مهمة المينورسو وأنشطتها كما هي عليه وفقا للضمانات المقدمة إلى الملك محمد بن السادس من طرف الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون. بيان للقصر الملكي أكد أن هذا القرار لا ينطوي على أي مقتضيات تشير من قريب أو من بعيد لأي مراقبة دولية لحقوق الإنسان في الصحراء، بل يعترف القرار ويشيد كذلك بالخطوات التي خطاها المغرب في هذا المجال. كما أعاد مجلس الأمن التأكيد على طلب إجراء إحصاء لساكنة مخيمات تندوف مع تشجيعه لأول مرة على بذل الجهود في هذا الصدد. قراءة في هذا القرار مع عبد الفتاح الفاتحي متخصص في قضايا الصحراء والشأن المغاربي، حاورته خديجة جابر. القرار الذي خلص إليه مجلس الأمن انتصر للرؤية المغربية، سيما ما يتعلق بمسألة توسيع حقوق الإنسان بالصحراء، وما يعطي انطباعا بأن المغرب له من الإمكانيات الهائلة تنظيميا وقانونيا وحقوقيا لتدبير هذه المسألة، وهو في المقابل يشكل ردة فعل قوية للدبلوماسية المغربية على ادعاءات جبهة البوليساريو والجزائر التي من شأنها تقويض أي مسلسل لحل النزاع في الصحراء. أما على مستوى القرارات التي أوردها مجلس الأمن وهي متناغمة ما كان يطالب به المغرب على الدوام، تطبيق اتفاقية جنيف 1951 تبتدئ بإحصاء المتواجدين بمخيمات تندوف، خاصة أن البوليساريو وقيادتها رفضت في لقاء مع كريستوفر روس لأي عملية للإحصاء، وهو ما يقتضي على الدبلوماسية المغربية أن تقوم بمجهودات لممارسة الضغط نحو تفعيل هذه التوصية، لأنها ستحدد المسار الحقيقي لحقوق الإنسان داخل مخيمات تندوف التي تعمل جبهة البوليساريو والجزائر على إخفائه دوما. ويعتبر القرار الجديد امتدادا للقرارات السابقة التي صادق عليها مجلس الأمن منذ سنة 2007، ويجدد فيه المجلس مرة أخرى تأكيد على أولوية مبادرة الحكم الذاتية التي قدمها المغرب، وعلى محددات حل سياسي نهائي مبني على الواقعية وروح التوافق.